يا صباح الورد والفل والهنا وكل الحاجات الجميلة على عيونكم يا حلوين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى أسركم، يا رب يكون رمضان وش الخير على الكل. أخبار الصيام معاكم ايه؟ أول يوم بيبقى أصعب يوم، بعد كده من رحمة ربنا الحمد لله إن الجسم بيتعود. احنا كلنا عارفين إن وقت الفطار ده وقت استجابة الدعاء، فهطلب منكم طلب صغير قد كده، لو ممكن ساعة الفطار تدعوا لوالدي. يعني من ضمن دعواتكم الجميلة بتاعة الفطار ادعوا لوالدي ان ربنا يشفيه ويعافيه. تعالوا بقى نبدأ الفيديو. اول حاجة هعملها في الترابيزة بتاعة البريكفاست هحط عليها الحلويات، هخليها دي السكشن حلويات. كنت عاملة كيكة امبارح فهي دي هنستخدمها في الديزرت. حطيت بتاعة القهوة، وكان عندي كاتنج بورد اتكسر 2 نصين، ففكرت له فوكيرة لان انا كنت بدور على حاجة يكون لونها بني نفس القاعدة بتاعة القهوة، الكوباية بتاعة القهوة يعني. فكنت بدور على حاجة، ففي الاخر قلت انا هعمله، انا هدهنه وهلونه بقى. كان عندي الوان ازاز كده بني، فقلت هاخد واحدة اجربه على الخشب نفع، فقلت هستخدمه، مش عايزة بقى اجيب دهان وزربطة والكلام ده، لا. فلونته وعملته بالجلو، حطيتهم الاتنين فوق بعض. كنت ممكن اعمل واحد بس حطيتهم الاتنين فوق بعض عشان بس يعني يبقى مرتفع شوية كده. عملته بشكل مؤقت يعني وسريع. المهم عملته، بعد كده بقى الواحد يبقى يجيب له هاندل ولا حاجة، يعني هشوف بقى ارتبه ازاي بحيث يبقى شكله بروفيشنال. بس عملته طلع حلو يعني، ظريف جدا، قضى الغرض. وحطيت عليه الشمع والبخور، وحطيت جنبه الستاند بتاع القهوة والكيك اللي انا عاملاه امبارح، وطبعا البونبونيرة بتاعت الشوكولاتة. شغلنا البخور نعطر البيت عشان هنعمل اكل دلوقتي. بس كان فاضل في الديكور اعلق حاجتين، واحد في النجفة والتاني في السقف. علقتهم وشكلهم بقى حلو قوي. تعالوا بقى نخش على الافطار بتاعنا النهارده. هعمل مكرونه بشاميل، وهعمل صينيه فراخ في الفرن تحفه، فيها تركه سريه سحريه تخلي طعمها حلو جدا ومختلف. بس دي هقول لكم عليها، محدش عملها قبلي. I don't think so خالص، ما شفتهاش، بس ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه حطيت شويه زبده، ممكن تحطي سمنه ممكن تحطي زيت براحتكم. حطيت شويه زبده، نزلت بالبصل وهشوح البصل شويه الاول مع ورق اللورا. اول ما البصل يدبل هنزل باللحمه المفرومه، هنزل بالفلفل الالوان، شويه طماطم، وبعد كده احط توم والتوابل بتاعتي. بالنسبه للتوابل ما نستناش لما اللحمه المفرومه تستوي عشان نحط التوابل، انا دايما بقول كده عشان ما يبقاش فيها ريحه زفاره. من الاول حطي التوابل. هنحط شويه ملح وفلفل اسود، هنحط كمون، هنحط فلفل احمر حلو اللي هو بابريكا، هنحط كمان كزبرة ناشفة بتاخد اللحمة المفرومة في حتة تانية خالص وبتديها ريحة حلوة قوي. هنحط شوية جوز الطيب كمان، واخر حاجة هنحطها اي بهارات مشكلة، اي نوع بتحبي تستخدمي ال7 بهارات استخدميها، عندك نوع معين انت بتفضليه في الاكل خلاص استخدمي. وهقلبهم كويس وهدي عليها النار واسيبها تستوي على مهلها براحتها. انا مش مستعجلة الحمد لله، بدأت بدري يعني، فمش مستعجلة، معايا وقت. هنا مية المكرونة كانت غليت، اول ما تغلي هسقط المكرونة فيها واقلبها واسوي المكرونة، هستنى لحد ما المكرونة تستوي. في ناس بتحب تخليها 3/4 سوا وتكمل سواها في الفرن، بصراحة انا بحب اسويها خالص عشان ما تاخدش وقت طويل في الفرن. بعد ما تسويها وتشيليها من على النار ما تسيبيهاش في الحلة زي ما هي، لانه المكرونة هتتهري، لازم تشيليها من على النار وتصفيها من المية السخنة. والمكرونة بتاعت البشاميل يا جماعة ما بتتغسلش، دي مش مكرونة عادية اللي احنا بنعملها عشان نغسلها، احنا بنحتاج النشا اللي فيها ده عشان المكرونة تمسك في بعضها. تعالوا بقى نعمل بشاميل. هجيب زبدة او سمنة، بس لازم هنحط معاها شوية زيت صغيرين عشان يعني الزبدة ما تدهننش. لو زبدة لوحدها اول ما يبرد هيبقى طعمه مدهن، فلازم نحط معاها شوية زيت. وبعدين هحط معلقتين دقيق كبار وهقلب كويس كويس كويس، وهحط شوية توابل خفيفة كده في الوقت ده. هحط طبعا لازم نحط شوية فلفل اسود عشان زفارة اللبن شوية كده. هنحط شوية الملح، ممكن تضيفي شوية بقى من التوابل بتاعت شوية سنة 7 بهارات، حتة صغيرة كده من مكعب الماجي بتدي طعم البشاميل. البشاميل نفسه لما تيجي تدوقيه بتلاقي طعمه حلو قوي. كل ده وانا عمالة اقلب اقلب اقلب. بعد كده هنزل باللبن وهفضل اقلب. التركة في البشاميل عشان يطلع معاكم مظبوط حاجتين: التقليب المستمر بمعنى المستمر. الحاجة التانية انه هتضيفي اللبن بكمية اكتر شوية عشان تدي فرصة للدقيق يستوي وفي نفس الوقت ما تكلكعش معاكي بسرعة. في حاجة تالتة معلش ويبقوا 3 حاجات. في حاجة تالتة، لما تنزلي اللبن ما تنزليش اللبن شوية بشوية،
مش هينفع هتكلكع منك وهتحتاجي تضربيها في الخلاط. لازم تنزلي كمية اللبن كلها على طول، يعني الكمية اللي انت هتحطيها على طول. انا على معلقتين الدقيق دول حطيت حوالي مثلا يمكن نص جيركن، اقل شوية من نص جيركن لبن، وبقلبه كويس كويس. وعايزة بقى طولة بال لحد ما يبقى ثك، يعني يبدأ القوام بتاعه يسمك. اول ما القوام يسمك ما تستنيش للسمك اللي انت عايزاه، لان كده كده الحلة سخنة او الصينية سخنة، فكده كده هتفضل تسوي فيه. بتنزليه شوية او بتطفي عليه النار شوية قبل القوام اللي انت عايزاه، وكده يبقى البشاميل بتاعك جاهز وممتاز. يلا نبدأ نرص الصينية. حط طبقة بشاميل من تحت، حط طبقة مكرونة، حط اللحمة المفرومة، وبعد كده حط طبقة بشاميل تانية خفيفة صغننة، وبعدين احط المكرونة تاني وغطي بالبشاميل. في ناس برضو بتحط على الوش بتاع المكرونة بتحط شوية جبنة، بتحط شوية صلصة، كل شيخ وليه طريقة. انا جربتهم كلهم، جربتهم بالجبنة، جربتهم بالصلصة، كل ما حد كان يعمل طريقة. يعني انا كيرياس قلت اجربها، ولكن الطريقة اللي انا بعملها دي بالنسبة لي هي is the best، احلى طريقة في المكرونة البشاميل. وباجي على الوش اجيب بيضة اضربها كويس بشوية فلفل اسود وحبة صغيرين قوي ملح، عشان اولا يبقى طعمها حلو، ثانيا تتضرب معاكي بسرعة، ما تبقاش حتت، الملح ما بيخليهاش تبقى حتت. وبعد ما احط طبقة البشاميل الاخيرة هحط البيض، وانا بحط البيض هوزعه بظهر المعلقة، ظهر المعلقة العادية او المعلقة الخشب بالراحة، اوزعه على الصينية كلها. ممكن تعملي زي ما انا عملت. انا قبل المغرب بحبة جهزت الصينية كده، حطيت عليها البشاميل، يعني جهزتها على انها تخش الفرن. ممكن تزقيها في التلاجة وترجعي تطلعيها تاني، وممكن تسيبيها شوية بره بس ما تزيدش عن نص ساعة بره. لو سوينا المكرونة هتاخد في الفرن بس ربع ساعة كده، وتحمري الوش بتاعها وخلاص، مش تحتاجي اكتر من كده. تعالوا بقى نجهز صينية الفراخ. هنجيب بصل احمر هنقطعه شرايح رفيعة قوي، وبعد كده هنحط عليه ملح، سماق، فلفل اسود، فلفل احمر حلو اللي هو البابريكا، حبهان اسود، كزبرة، جوز الطيب، كمون، ليمون اند بيبر سيزنينج اللي هو اللي بيبقى ليمون وفلفل مع بعض، وشوية كاري. هندعك البصل بيهم كويس جدا جدا جدا، يعني لحد ما البصلة تدبل، تبقى دبلت كده في ايدك وانتي بتدعكيها. بعد كده هنحط ليمون على حسب الرغبة. الناس اللي بتحبها الليمون فيها كتير هتزود الليمون شوية. وتعالوا بقى اقول لكم على الحاجة اللي هتاخد طعم صينية الفراخ في حتة تانية خالص. هحط معلقتين كبار من الفيجيتابل سبريد، اللي هو المعجون بتاع الخضار او دبس الخضروات، معرفش زي ما بيسموه. الخضروات بتبقى فيها البتنجان، بيبقى فيها فلفل، بيبقى فيها طماطم، بيبقى فيها حاجات كتيرة قوي مطحونة مع بعض، طعمه تحفة. انا ما بحب شكله لوحده، بس لما بحطه مع الاكلات بيخلي طعمها روعة. هحط معلقتين كبار منه على الصينية، وهحط كمان تاكو سيزنينج، التوابل بتاعة التاكو. يا سلام يا سلام لو نعمل الصينية دي من الصبح او من قبلها بيوم، ونسيبها بقى تتنقع في التتبيلة، بتشرب التتبيلة وطعمها هيبقى احلى بكتير. كده احنا خلصنا التتبيلة بتاعتنا. عشان ندخلها الفرن بقى هنحط معلقتين 2 زبدة بقطعهم شرايح رفيعة قوي، ووزعهم، وهحط نص مكعب ماجي كده على الوش، هفرفته كده خالص بحيث يتوزع. وبعد كده هحط المية، ممكن تحطي معاها شوية بطاطس، ممكن تحطي معاها خضار، ممكن ممكن تسوي معاها حاجة تانية. وهحطه مع المكرونة في الفرن، وهشغل الفرن عليهم هما الاتنين على درجة حرارة 380 فهرنهايت، وهسيبهم 15 دقيقة المكرونة، وبعدين اولع عليها الشواية. لكن الفراخ هسيبها لحد ما تستوي، يعني غالبا لو الفراخ صغيرة ممكن تاخد مثلا من 35 ل 40 minutes في الفرن. بس زي ما انتوا شفتوا كده حطيت بقى السيزنينج على السلطة، حطيت الدريسنج بتاع السلطة. الدريسنج اللي استخدمته البلساميك فينيجريت، وحطيت عليه شوية ليمون اند بيبر سيزنينج. ما بتحتاجيش حاجة اكتر من كده، الاتنين مع بعض كومباينيشن حلوة قوي بتخلي طعم السلطة جميلة. خلاص فاضل حاجة بسيطة على المغرب. تعالوا بقى نرتب الترابيزة مع بعض ونظبط الامور، ونشغل التلفزيون نتفرج بقى. بنحب وقت الفطار كده نتفرج على الحاجات في المسلسلات العربي والحاجات اللي بيجيبوها ساعة الفطار، لانه دي انتوا عارفين احنا في غربة،
بتهون علينا الغربة وبتحسسنا شوية، عارفين يعني بنحس كده ريحة هوم شوية كده واحنا قاعدين ناكل ونتفرج على الحاجات العربي وكده، وبتحسسنا برمضان يعني. وخاصة المدينة اللي احنا فيها دي لا فيها مسجد ولا فيها ناس ولا فيها ناس عرب ولا فيها اي حاجة، فاحنا رمضان بس انا وجوزي كده معانا ربنا بس كده حلوين. ده بيكون الفيديو بتاعنا وده فطارنا اول يوم رمضان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تكونوا جزء من عيلتنا الجميلة. احبكم كتير كتير واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. باي. الحمد لله اكلنا واخيرا كوباية القهوة.